كبير مدينة ميلانو البيك اي سي ميلان يفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف في مباراة أغلق فيها فريق ريال مدريد سقف البرنابيو ونسي أن يغلق طبعا مرمى الحارس الأوكراني لونين. طبعا نحن قلنا لكم يا جماعة ريال مدريد عبارة عن موضة بيريز وقروش بيريز وحكام. يعني اختفى بيريز، اختفى قروش بيريز، اختفى منك الحكام، اختفى ريال مدريد، ما قدرت تعمل أي شيء. رباعية من برشلونة واليوم ثلاثيه من ميلان. نحن قلنا لكم الموضه دي حتزول حتزول. انا عارفك انت هسه كمشجع مدريدي مدرب في راسك وتجي تقول لي ده كله من كارلو انشيلوتي وما عارف مدرب ما تكتيكي ويتاخر في القيارات وما كان يبدا بامبابي وما عارف وفينيسيوس على اليسار ما عارف والكلام ده. لا لا لا, لا. الموضوع ما كده. كيليان امبابي شنو كيليان امبابي كان لو كان داير يجيب بطوله بالاخص دوري ابطال اوروبا كان جابها. وقت كان لاعب في باريس هناك، في باريس هناك كان لاعب معه منو نيمار، كان لاعب معه ميسي. تتخيل معي لاعب معه ميسي ونيمار في نفس الفريق ما جاب بطوله، هيجيب لك هنا؟ اكيد لا. لا الموضوع كله ما هنا، الموضوع انه الحكام بيجوا ما بيقيفوا معك. تمام، دي الحكايه كله هنا، انه الحكام خلاص الرشاوي انتهى، قروش بيريز انتهى، فالحكام بيجوا ما بيقيفوا معك. عشان كده انت واقف. هسه حاليا لو داير ريال مدريد يلعب كوره ويتقدم ويقدم ويفوز هنا، طوالي بيريز يفعل الخطه بيه ويمشي شنو يتعاقد مع الحكام من جديد ويدفع لهم قروش ورشوه. هسه بكره بتفوز